السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ النهاردة إن شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض طاجن بجد خطير بيسموه طاجن الغلابة أو العكاوي الغلابة. بس بجد الطعم تحفة وخيال فوق الخيال كمان. لما تجربوه بجد هيعجبكم. تابعوني بقى في الفيديو عشان نشوف عملنا ازاي وعملنا ايه بالظبط وايه هو طاجن الغلابة أو العكاوي الغلابة. بالطريقة بالظبط والمقادير. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة. يلا بينا على الفيديو. اول حاجة انا جبت العكاوي بتاعة الغلابة او عكاوي الغلابة، اللي هي الرقبة بتاعة الديك الرومي. آه بتتباع في اي هايبر ماركت او سوبر ماركت كبير يعني. هتلاقيها هناك سعرها مناسب. جبتها طبعا وهو الراجل اللي عملها لي كده قطعها لي بالشكل ده كده، وطبعا غسلتها كويس بالملح والليمون والدقيق وسبتها تصفت خالص من المية اللي فيها. رحنا على النار بقى هنحط الحلة بتاعتنا وفيها اي مادة دهنية. هنبتدي اول حاجة هنشوح الرقبة بتاعت الديك الرومي. انا جايبة هنا 2 رقبة من الديك الرومي. الكمية دي بقى بتاعتك انت براحتك، شوفي انت عايزة تجيبي قد ايه هاتي. دول الكمية دي كانوا رقبتين. اول حاجة كده حطيتها زي ما انتوا شفتوا، وهي هبتدي بقى اشوحهم كويس جدا على النار لحد ما ياخدوا لون من كل الجهات كده. ويغير لونهم يعني حاجة بسيطة. هقلب كده وايديا طبعا فيه. طبعا انا ولعت الفرن علشان يسخن عقبال ما اخلص. يعني الموضوع اللي فوق على النار كده مش هياخد تقريبا 5 دقايق. وعقبال ما اخلص فوق اكون الفرن بتاعي سخن ادخل الطاجن على فرن سخن. هنا خلاص شفتوا كده بدأت تتحمر معايا وتاخد لون اهيت. حطيت الملح بتاعي وهحط الفلفل الاسود. التوابل بتاعتها بسيطة جدا مش كتير يعني. وانا بشوف الصراحة ان التوابل كل ما قلت كل ما طعم الحاجة بقى فيه يعني طعمها حلو. التوابل مش هتبقى طاغية عليها. بس كده هقلب فيها كويس. وطبعا كل الحاجات اللي لازقة في الحلة والبهاريز اللي هتنزل من اللحمة ديت احنا هناخدها منها برضو تاني. وهتدي الطعم المميز للطاجن بتاعنا. هنا خلاص انا شوحت كده الرقبة بتاعت الديك الرومي، هبتدي بقى اشيلها كده في صينية على جنب. وهستخدم الحلة اللي معايا بقى في تشويح الخضار بتاعي. الخضار ده بقى براحتك انتي. يعني شوفي الخضار اللي انتي بتحبيه واعمليه. يعني انا جبت البطاطس والجزر والبصل تقريبا يعني محدش بيختلف عليهم. اول حاجة بس كده هزود زيت. هحط تقريبا كده معلقتين كبار من الزيت. وهنزل ببصلاية متقطعة مكعبات. وهبتدي اشوحها في البهاريز الجميلة اللي نزلت من الرقبة دي. تمام كده. مش هستنى كتير يا دوبك بس تدبل كده وتغير لون. مش هستناها بس يعني ايه تغمق او تصفر، لا يا دوبك بس تغير لون وتدبل كده. هنزل معايا هنا ب3 فصوص توم. وهقلب كده مع بعض. وهستنى بقى اشم ريحة التوم. اول ما هشم ريحة التوم هنزل بالخضار بتاعي بقى، اللي انا قلتلك براحتك انت بقى عايزة تجيبي اي نوع خضار تاني براحتك. تضيفي على الخضار اللي انا عاملاه دوت براحتك برضو. انا جبت البطاطس مكعبات وجزر مكعبات والبصل اللي هو الصغير القوارمة ده. وهبتدي اشوحهم كده يعني تقريبا 3 دقايق. وجبت كمان بقى احط البهارات بتاعة اللحمة. وهحط لورا. وهبتدي بقى اقلب كده. هو الملح والفلفل واللورا والبهارات اللحمة او بهارات الفراخ اللي عندك حطيه.
حطيت كمان الرقبة بتاعة الديك الرومي كده، وهابتدي أقلّب كلّه بقى مع بعضه يعني حوالي دقيقة كده، وهاكون مجهّزة معايا كوباية شوربة، ما عندكيش شوربة ممكن تحطّي كوباية مَيّة، وهابتدي بقى أقلّبهم كويس كده وهاسيبهم قبل ما هاسيبهم هاحط معلقة صلصة. أنا باحب الصوص اللي يكون في الطاجن كده لونه أحمر، أنتِ عايزة تستغني عن الصلصة معلقة الصلصة براحتك، بس بجد بيدّي لون كده وطعم حلو أوي. هاقلّبهم كده مع بعض وأول ما هيغلوا هابتدي أنقلهم في الطاجن بتاعي. الكمية دي جات في 2 طاجن زي ما أنتم شُفتوا كده في الأول. تقدري تعملي نُص الكمية ديّة، عايزة تزوّدي أنا قُلت لِك في الأول الكمية دي بتاعتِك أنتِ، تقدري تحدّدي أنتِ عايزة قد إيه وهتعملي قد إيه. بدأت هنا خلاص تغلي، هابتدي بقى أنقل ال الرقبة بتاعة الديك الرومي والخضار في الطاجن، وهادخّلهم على الفرن سُخن زي ما قُلت لكم، مولّعاه من أول ما ابتديت أشتغل. هيقعدوا تقريبًا ساعة ونُص. تبُصّي عليهم كده ولو لقيتِ اللحمة لسه ما استوِتش تسيبيها شوية كمان، بس هو بعد ساعة ونُص هتلاقيها دايبة زي ما هتشوفوا معايا كده في الآخر، بجد بتبقى تحفة. هاقسّم الكمية دي على 2 طاجن زي ما قُلت لكم، أهو قسّمتهم بالشكل ده كده، وهاغطّيهم بقى وأدخّلهم الفرن. لو أنتِ ما عندكيش الطاجن بغطا ده غطّيه بفويل. بس كده بُصّوا بعد ما خدت لون كمان من فوق بجد تحفة، تحفة، تحفة وطعمها خطير. مع شوية رُز بقى، عايزة تاكلي بالعيش جرّبي براحتك بجد خطير. هاجرّبها طبعًا معاكم وهتشوفوا إزاي إن هي دايبة، والبطاطس مستوية وكل الأكل مستوي، يعني كل الخضار مستوي جدًا، العكاوي بتاعة الغلابة دايبة دوب يعني. هاوسّع كده عشان بس تشوفوها، طبعًا الطاجن سُخن خلّي بالكم، هاركنه على جنب وأقطّعها معاكم وتشوفوها. أنا طبعًا كنت جهّزت معايا رُز أبيض جنبيها، عايزة أقول لكم إن هي سخنة جدًا ومش عارفة أقطّع كويس منها، والحتّة دي كمان محمّصة كده واخدة لون من الشواية، هتعجبكم. بُصّوا بالشوكة كده بتطلع تحفة، يعني دايبة خالص، شايفين؟ الشوكة بتنزل فيها كده واللحم بيتفصّص منها. بجد هتعجبكم جدًا. هاستنى منكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم إيه في الكومنتات، وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة للي لسه ما اشتركش في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.